هقول لك جملة واحدة وعاوزك تفكر فيها كويس وتسمعني بقلبك. في ناس باعت شقتها وسابت أهلها وصرفت كل مدخراتها وشقى عمرها علشان تيجي كندا، وبعد 6 شهور بالظبط بتلاقيهم قاعدين وبيرددوا كلمة واحدة بس بوجع: أنا ليه عملت كده في نفسي؟ الكلام ده مش علشان كندا وحشة ومش علشان هم غلط في القرار، الكلام ده علشان محدش قال لهم الحقيقة الكاملة قبل ما يحجزوا تذاكر السفر ويجوا هنا. النهاردة أنا جاي أقولك الحقيقة دي كلها، مش نص الحقيقة ومش الكلام المتزوق اللي احنا بنسمعه كل شوية في السوشيال ميديا وبس. هقولك كل حاجة بالورقة والقلم، وفي آخر الفيديو في سؤال واحد بس هسألهولك، إجابتك عليه بينك وبين نفسك هي اللي هتحدد لك أنت فعلا جاهز ومؤهل لكندا دلوقتي ولا لأ. قبل ما نكشف المستور ده، لو أنت لسه مش مشترك في القناة اشترك دلوقتي وفعل الجرس علشان تكون معانا أول بأول، ولو بتشوفني دلوقتي من الموبايل اضغط على زرار الهايب تحت الفيديو. ضغطتك دي بتدعم القناة جدا وبتخلي الفيديو يوصل لكل شاب عربي محتاج يسمع الكلام ده علشان يحميه ويحمي عيلته من الغربة. يلا بينا. خليني احكي لكم حاجة وأزمة بنشوفها بتحصل هنا كل يوم. واحد وصل كندا متحمس مبسوط وحاسس إن أخيرا لمس الحلم بإيده. بعد شهر بيبدأ بيحس بالضغط المالي والنفسي. بعد 3 شهور بيبدأ يسأل نفسه: هو أنا صح ولا غلط؟ وبعد 6 شهور بيبدأ يندم ندم عمره. وفي نفس الوقت واحد تاني في نفس ظروفه تقريبا وصل كندا في نفس الفترة وبعد 6 شهور وقف وبيقول بثقة: ده أحسن وأعظم قرار أخدته في حياتي. الفرق بين الاتنين دول مش الحظ، مش في الشهادة الكبيرة، ومش في قوة اللغة. الفرق الوحيد والقاتل إن التاني عرف الحقيقة ودخل فاهم اللعبة قبل ما يجي، والأول دخل على عماه ومعرفهاش. النهاردة هنتكلم بمنتهى الصراحة عن 7 أسباب حقيقية بتخلي الناس تندم على إنها جت كندا، وهقولك بالظبط كالعادة إزاي تتجنب الأسباب دي كلها وتحمي نفسك عشان ما تقعش فيها. قبل ما نغوص في التفاصيل حابب أقول لكم حاجة مهمة جدا: الرحلة دي محتاجة صحبة، وعلشان كده احنا عملنا جروب للتليجرام. الجروب ده مش بس للأخبار، ده بقى زي العيلة، بنتكلم فيه وبنشارك فيه كل حاجة مع بعض. لو عاوز مكان تتكلم فيه براحتك وتلاقي حد يسندك بمعلومة، الرابط هتلاقيه في الوصف، وبرضه ممكن تعمل سكان للكيو ار. السبب الأول: التوقعات الخيالية. السوشيال ميديا كذبت عليك وانت صدقت. السوشيال ميديا والفلوجات خلت كندا بتبان في عيون الناس زي الجنة المجانية المطلقة. صور طبيعة ساحرة، شوارع نظيفة وهادية، رواتب ضخمة بالدولار، حياة مريحة جدا، وكلام مكرر زي أنا هربت وجيت لأحسن قرار في حياتي. والشباب بيشوفوا الفيديوهات دي وبيقرروا يهاجروا فورا بناء على اللمعة دي. بس في حاجة مهمة ما بتتقالش أبدا ورا كواليس الصور الحلوة دي، إن الشخص اللي بيعمل لك الفيديوهات دي وبيرقص قدام الكاميرا وصل وعافر واتبهدل وعاش سنتين 3 شقة قبل ما يقف ويبدأ يتكلم عن النجاح والرفاهية. والسنتين 3 دول ممسوحين ومش موجودين في الفيديوهات اللي انت بتتفرج عليها. الواقع: الاستقرار الحقيقي في كندا بياخد وقت، مش أسبوع مش شهر، ممكن كمان ياخد سنة أو أكتر من المعافرة قبل ما تبدأ تحس إن فعلا ثبت رجلك واستقريت. وفي أول أيامك هنا هتلاقي نفسك فجأة في بلد جديدة، نظام مالي جديد ومعقد، لغة تانية، وأسلوب حياة جاف ومختلف تماما عن كل اللي اتعلمته وعشته في بلدك. وده مش عيب في كندا، ده طبيعي جدا وهتلاقيه في أي هجرة، بس الذكي هو اللي بيكون مستعد ليه وبيكتبه في حساباته. الحل: قبل ما تحجز تذكرتك وتيجي كندا اتكلم مع ناس عايشة في كندا. ما تتفرجش بس على السوشيال ميديا، ادخل واسألهم عن أصعب 6 شهور عدت عليهم في حياتهم أول ما وصلوا كانت عاملة إزاي، واعرف التحديات. ما تسألش بس عن أحسن وأسهل لحظة. السبب التاني: الغلاء الحقيقي. الأرقام اللي محدش بيقولها لك بالظبط. كلنا بنسمع جملة عايمة زي كندا غالية دلوقتي، بس في فرق ضخم جدا بين إنك تسمع الكلمة دي بشكل نظري وبين إنك تحس بيها وتدفعها كاش من جيبك. خليني أقول لك الأرقام الحقيقية والواقعية دلوقتي. إيجار شقة غرفة واحدة بسيطة في مدينة زي تورونتو بتلعب بين 2200 ل 2800 في الشهر. مصاريف الأكل والشرب لشخص واحد بس ممكن بيكون من 400 ل 600 دولار في الشهر. مواصلات وكارت باص بيبقى ب 150 في الشهر على الأقل. فاتورة تليفون وإنترنت من 60 ل 80 دولار. تأمين صحي خاص لو الوظيفة الأولانية مش مغطياك 150 أو أكتر. يعني الحسبة بتقول قبل ما تاكل لقمة زيادة أو تشتري لبس أو ترفع عن نفسك أنت صارف فوق ال 3000 دولار في الشهر على الأساسيات وبس. وده طبعا في تورونتو وفانكوفر. في مقاطعات تانية ومدن صغيرة الوضع أرخص وممكن يوصل للنص كمان، وأنا اتكلمت عن الموضوع ده في الفيديو ده ممكن تتفرج عليه. بس في المدن الكبيرة ده الواقع دلوقتي، والمشكلة مش في الغلاء نفسه، المشكلة إن ناس كتيرة بتيجي وهي حاطة في أحلامها مرتب من 60 ل 70 ألف كبداية ومتخيلة إنها هتبقى غنية جدا بيه.
ومش عارفة إن بعد خصم الضرايب الفيدرالية والإقليمية والمصاريف دي كلها ممكن يفضل معاها في جيبها كاش أقل بكتير من اللي كانت متوقعة، وتلاقي نفسها على الحافة. الحل: قبل ما تيجي اعمل ميزانية حقيقية مش متفائلة بزيادة. احسب مصاريفك بالأرقام الفعلية للمدينة اللي انت نازل عليها، وخليك دايما مأمن نفسك بإمرجنسي فاند أو صندوق طوارئ كاش يكفيك ويكفي عيلتك على الأقل ل6 شهور قدام لحد ما تلاقي شغل. السبب الثالث: صدمة أول وظيفة. الخبرة اللي بنيتها في بلدك ممكن محدش هنا بيشوفها. ده الموضوع اللي بيوجع ناس كتيرة جدا هنا، وكل المهاجرين بيتكلموا عنه بصوت واطي جدا لأن في إحراج للبرستيج بتاعه. تلاقي واحد كان مدير فرع أو مهندس كبير في شركة ضخمة في بلده أو في الخليج وعنده 15 سنة خبرة ومركز واحترام. أول ما بيوصل كندا وبعد 3 شهور بحث متواصل وضغط، أحسن عرض بيلاقيه متاح قدامه هو وظيفة entry level أو وظيفة بسيطة survivor job. علشان يمشي حاله في الأول. وده مش حالة نادرة أو حظ سيء، ده بيحصل مع أغلب الناس أول ما بتنزل هنا كندا. ليه؟ لأن السيستم هنا بيطلب حاجة اسمها Canadian Experience أو الخبرة الكندية، وده مش كلام فاضي ولا تعنت، ده شرط حقيقي وواقعي بيطلبوه أصحاب العمل هنا علشان يضمن إنك فاهم ثقافة الشغل الكندية والنظام هنا. ومش بس كده، طريقة كتابتك للسي في مختلفة جدا عن بلادنا. طريقة المقابلات والانترفيو مدرسة تانية خالص، وشبكة العلاقات النتوركينج دي بقى السر اللي بيفتح 70% من الوظائف المحترمة في البلد هنا، ومحتاج تبنيها حجر حجر من الصفر. وبرضه اتكلمت عن الموضوع ده في الفيديو ده، ممكن تشوفه. الصدمة النفسية هنا بتهد جبال. أنا تعبت وعندي خبرة، ليه أبدأ من الأول؟ وده اللي بيجيب الندم. الحل: قبل ما تيجي ابدأ من وانت في بيتك. ابني لينكد ان بروفايل قوي جدا على المعايير الكندية، وابدأ اتواصل بذكاء مع الناس اللي شغالين في نفس مجالك وتخصصك جوه كندا. اسألهم وتعلم منهم علشان لما توصل بالسلامة ما تبدأش رحلتك في العلاقات دي كلها من الصفر. السبب الرابع: الوحدة. العدو الصامت اللي بيهزم ناس كتير. ده التحدي اللي محدش بيحب يفتحه أو يتكلم عنه بصراحة قصاد الكاميرا، لأنه ببساطة بيحسس الشخص بالضعف والغربة الباردة. بس أنا هتكلم عنه دلوقتي لأنه حرفيا من أهم أسباب الندم وتصفية كل حاجة والرجوع. لما بتيجي كندا أنت جاي من مجتمع شرقي أو عربي دافئ، في أهل، أصحاب، جيران، دوشة حواليك، حياة اجتماعية كاملة بتسندك من غير ما تحس. وفجأة تلاقي نفسك قاعد في شقة في بلد جديدة في مدينة جديدة مش عارف فيها مخلوق، وصاحبك الوحيد والونس الوحيد ليك هو شاشة الموبايل أو الكمبيوتر. في أول شهر أو شهرين بتكون مشغول في المفرمة، إجراءات، أوراق، تسجيل، رخصة، حاجات بتاخد وقت ومجهود فبتنسيك. بس أول ما الغبار ده كله بيهدى بتبدأ تدخل في الحياة الروتينية والشغل. الوحش الصامت ده بيظهر لك وهو الوحدة. والكلام ده ما بيحصلش بس مع الناس الضعيفة، ده بيحصل مع أقوى الشخصيات وأنجحهم، لأنه تحدي هجرة طبيعي ونفسي. ده غير إن في دراسة رسمية فعلا في كندا بتقول إن الوحدة والعزلة من أكبر تحديات الصحة العامة في كندا. وزيد عليها بقى الظاهرة اللي كلنا بنعاني منها تقريبا، السيزون افكتيف ديسوردر أو SAD. بمعنى أصح الاكتئاب الموسمي اللي بيحصل بسبب غياب الشمس والضلمة في الشتاء. لما الشمس بتغيب الساعة 4 العصر في ديسمبر وتلاقي الدنيا كلها بقت كحل، بتصحى الصبح تروح شغلك والدنيا كلها ضلمة وبرد. الإحساس ده عن نفسية مش سهل أبدا، ومحتاج راجل صلب عشان يقدر يتعامل معاه. الحل: أول ما تنزل دور على مجتمعك وناسك من أول يوم. مسجد، كنيسة، جمعية عربية، فريق رياضي، جالية محلية. النقطة دي مش رفاهية أو كمالة تفك بيها عن نفسك، دي حاجة ضرورية جدا علشان تقدر تحافظ على عقلك ونفسيتك وتنجح هنا في كندا. وده طبعا بيختلف من شخص للتاني. السبب الخامس: الغربة مش للكل. السؤال اللي محدش بيسأله لنفسه قبل ما يسافر. في سؤال جوهري ومصيري جدا، وللأسف 95% من المهاجرين محدش بيقعد مع نفسه ويجاوب عليه بصراحة. والسؤال هو: هل أنا كشخص فعلا جاهز للهجرة؟ مش جاهز ومتحمس لفسحة وسفر بس، جاهز ومستعد إني أبدأ حياة جديدة في مكان مختلف عن كل اللي اتعلمته طول حياتي وبشروط جديدة. الهجرة في حقيقتها مش مجرد انتقال من مكان لمكان على الخريطة، الهجرة هي عملية هدم وإعادة بناء الحياة بالكامل من الصفر. في ناس بطبيعتها عندها مرونة وقدرة عالية جدا على التكيف بسرعة من غير أي مشكلة، بتبدأ من تحت الصفر عادي جدا وبتتأقلم بسرعة مع الجو والبرد والنظام واللغة والشغلانات البسيطة اللي بيبدأوا فيها في الأول عشان يقدروا يحققوا أحلامهم. وفي ناس تانية ما بيقدروش يعملوا أي حاجة من الحاجات دي، وده طبيعي، ده مش عيب في الشخص بس
بيحتاجوا وقت أطول عشان يقدروا يتأقلموا على التغير، I need more time. وكل تأخير في الاستقرار بيزود عندهم القلق والتوتر، والقلق والتوتر ده بيقلب لندم واكتئاب. مش معناه إن النوع التاني ده ما ينفعش يهاجر، معناه إنه عاوز يستعد نفسيا وماديا بشكل مختلف وما يكونش مستعجل للنتائج. الحل: اقعد مع نفسك دلوقتي واسأل نفسك بكل صدق، هل أنا عندي طولة نفس وصبر أشيل سنة أو سنتين صعبة في حياتي؟ هل أنا قادر إن أرجع خطوة من غير ما أيأس أو أحبط؟ لو إجابتك أيوة من قلبك، توكل على الله. لو مش متأكد وخايف، خد وقتك في التخطيط والدراسة وما تستعجلش. السبب السادس: الاختيار الغلط للمقاطعة. الغلطة اللي بتكلف سنين شقة، وده السبب الاستراتيجي المالي اللي ناس كتير ما بيعرفوهوش غير لما الفاس بتقع في الراس، وبعدين يقعدوا يندموا عليه ويشتموا في البلد ويسيبوها ويمشوا. أغلب الناس أول ما بتسمع كندا عقلها بيروح فورا لتورونو في أونتاريو أو فانكوفر في بريتش كولومبيا، لمجرد إن اسمهم مشهور في الإعلام ولأن فيهم تجمعات عربية ضخمة. وبعد ما بيوصلوا بيتصدموا بالواقع، بيكتشفوا إن الإيجار والسكن بياكل 70% من مرتباتهم، والمنافسة في سوق الشغل شرسة جدا ومرعبة، وسكور CRS المطلوب للهجرة والإقامة الدايمة هناك بيبقى تعجيزي. وأنا ذكرت الكلام ده في فيديو قبل كده. الواقع دلوقتي بيقول إن الخريطة اتغيرت تماما. مقاطعة زي ألبرتا مثلا ما عندهاش ضريبة مبيعات إقليمية، كل حاجة بتشتريها أرخص ورواتبها بتعتبر الأعلى في كندا كلها. المقاطعات الأطلنطية زي نيو برانزويك ونيو فاوندرلاند فيها برامج هجرة إقليمية AIP بشروط وسكورات أسهل بكتير جدا، وأسعار البيوت هناك بتبدأ من 300,000 وانت طالع، يعني تلت ونص سعر جحر الفار اللي في تورونو. مقاطعة زي ساسكاتشوان فيها مسارات هجرة مرنة جدا، وتكلفة المعيشة والسكن فيها أقل على مستوى كندا كلها، وتخليك تحوش وتتنفس. الحل: شيل العاطفة والشهرة من دماغك. قبل ما تيجي دور وادرس المقاطعة الأنسب لمجالك المهني وميزانيتك الحقيقية، مش المكان الأشهر والأسحب. السبب السابع: المقارنة بالناس، الفخ اللي بيقتل النفسية. وده آخر سبب معانا النهاردة من أخطر وأخبث الأسباب اللي بتهد بيوت ونفسيات مهاجرين كتير دلوقتي. أول ما بتوصل كندا بالسلامة وتبدأ تعافر غصب عنك، بتفتح السوشيال ميديا والجروبات وهتشوف ناس وصلوا معاك في نفس الطيارة أو قبلك بكام شهر، وتلاقي ده اشترى عربية زيرو، ودي لقيت شغلانة مكتبية سريعة، وده اشترى بيت واستقر بسرعة جدا، وانت لسه بتعافر وبتدور على أول دولار كندي. هنا انت بتدخل في مقارنة بتذبحك من جوه، وبتبدأ تقول لنفسك أنا ليه متأخر؟ أنا قصرت في إيه؟ أنا شهادتي أعلى منه، ليه هو نجح وأنا لأ؟ والكلام ده حرفيا بيدخل في اكتئاب حاد وندم بيهدم طاقتك. بس خليني أقولك الحقيقة، ورا شاشات التليفون دي انت مش بتشوف الصورة الكاملة، انت بتشوف النتيجة الأخيرة بس، من غير ما تشوف كواليس الطريق وطبيعة ظروف كل إنسان. الشخص اللي اشترى عربية بسرعة ممكن يكون باع أملاك وجاي بفلوس كتير، اللي لقي شغل بسرعة ممكن يكون عنده شبكة علاقات أو قرايب بنوها له من سنين، اللي استقر بسرعة ممكن يكون مجاله مطلوب جدا في اللحظة دي وفي المقاطعة اللي هو فيها. انت ظروفك غير ظروفهم، فرحلتك لازم تكون ملكك لوحدك. الحل: اقطع المقارنات تماما واقفل عينك، قارن نفسك بنفسك بس. انت كنت فين من 3 شهور وانت دلوقتي فين؟ لو بتتقدم خطوة واحدة بس لقدام حتى لو ببطء وسلحفة، انت كده بطل وعلى الطريق الصح ومستقبلك جاي. ازاي تتجنب الندم؟ 5 قواعد ذهبية قبل ما تيجي كندا. دلوقتي وصلنا لأهم جزء في الفيديو كله، اكتب ورايا ال5 قواعد دول واحفظهم كويس جدا، ولو انت اتبعتهم عقلك هيتغير وانت داخل كندا، وهتلاقي نفسك بتستمتع بالحياة هنا بطريقة تانية. القاعدة الأولى: ميزانية حقيقية مش متفائلة. احسب مصاريفك بالزيادة والأرقام الفعلية، وشيل كاش للطوارئ يقعد معاك ل6 شهور. القاعدة التانية: اختار المقاطعة بذكاء، بلاش الشهرة والزحمة والأسماء اللامعة. اختار بناء على سوق مجالك المهني، ميزانيتك وفرصك الحقيقية في PR والإقامة. القاعدة الثالثة: استعد نفسيا. أول 6 شهور في الغربة طبيعي جدا تكون صعبة جدا عليك، كل حاجة مكركبة وقلقان من كل حاجة، وده سيستم طبيعي ومش معناه إنك فشلت، معناه إنك في مرحلة البناء. القاعدة الرابعة: ابني شبكة علاقاتك قبل ما تيجي. استغل لينكد إن، واصل مع الناس في مجالك جوه كندا، اسأل، ادرس وتعلم كل صغيرة وكبيرة قبل ما رجلك تدخل البلد. القاعدة الخامسة: ما تقارنش نفسك بحد غيرك، رحلتك هي رحلتك وبشروطك انت، ومحدش في الدنيا عنده نفس ظروفك بالظبط علشان تقيس نفسك عليه. لو عملت ال5 قواعد دول هتدخل كندا وانت فاهم قانون اللعبة وراسم خطتك صح،
وبدل ما تقعد وتندم هتقول بثقة أنا كنت مستعد وعارف أنا بعمل إيه. خليني أختم معاك بجملة واحدة وأنا متأكد منها 100%. كندا فرصة حقيقية جدا ممتازة لتأمين مستقبلك ومستقبل أولادك، بس هي مش فرصة مجانية ولا بلد أحلام وردية وسهلة. اللي بيجي هنا بعينين مفتوحة وعقل واعي وخطة واضحة وعنده صبر غالبا هيكسب وهيبقى أقوى. واللي بيجي وهو متخيل إن كل حاجة هتبقى سهلة ووردي ومستنياه أول ما ينزل في المطار، غالبا أول 6 شهور في حياته هيكونوا صدمة عمره اللي هتخليه يندم إن هو جه. الفرق هنا مش في كندا كبلد، الفرق دايما بيكون فيك أنت وعقليتك واستعدادك، وأنت بالظبط اللي تقدر تحدد دلوقتي من مكانك هتكون في أنهي فريق فيهم. دلوقتي عاوزك تعمل حاجة واحدة بس، انزل في التعليقات تحت واكتب لي بكل صراحة من غير ما تزوق الكلام انت دلوقتي في انهي مرحلة واكتر سبب او حاجة خايف منها من ال7 اللي انا قلتهم دول، وانا دايما بقرا التعليقات وهرد عليك باحسن نصيحة تعملها. ولو عندك صاحبك او اخ بيفكر دلوقتي في الهجرة لكندا، شارك معاه الفيديو ده قبل ما ياخد اي قرار، ممكن كلمتك دي توفر عليه سنين من الاخطاء والديون والتعب. وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس، لان كل اسبوع في محتوى حقيقي عن كندا. واشوفكم الفيديو الجاي في كندا بعيون واقعية. لايف ان كندا بداية الحكاية، حلم بيكبر جوايا خطوة للي جاية، من البرد للتحدي أنا لسه مكمل. لايف ان كندا أرضي قصتي للأفضل.